ازيكم وعاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير. جدالية مع لجان ومع ناس ما بتحبش نادي الزمالك بس اسمهم زملكاوية، مع ناس يهمها الاشخاص وما يهمهاش النادي. جدالية فارغة وعقيمة لا محل لها من الاعراب ولا تسمن ولا تغني من جوه، ولكن احنا مضطرين نخش في الجدال ده ومضطرين ان احنا نرد على الناس دي عشان ما يبقاش الغلط منطق. بص يا سيدي، انت بمنتهى البرود وبمنتهى السذاجة بتقول لي وهو المجلس ماله ومال اللي حصل. بص يا سيدي، انا ما عنديش مشاكل معاك انك تبقى طبال ومنافق وافاق. ليه؟ لان انا هشوفها ان ده اكل عيشك، ان انت شخص وصولي متملق، بتبقى دنيتك مبنية على ان انت تنافق عشان تعيش. انا مشكلتي معاك انك طبال غبي، منافق غبي، حتى اللي انت بتنافق لهم عشان يرضوا عنك طريقة نفاقك تضرهم مش تفيدهم. سيد الفاضل، مين المسؤول؟ ازاي تبرئ المجلس من المسؤولية؟ حدوث اي ازمة في نادي الزمالك، في اي لعبة، في اي حدث، من المسؤول عن الازمة دي؟ من المسؤول انها بقت ازمة؟ ومن المسؤول عن حلها غير مجلس ادارة نادي الزمالك؟ انا كمشجع زملكاوي اوجه النقد لمين؟ للمحاسب بتاع النادي ولا لافراد امن النادي؟ اما مدرب الكوره يمشي على غفله اوجه النقد لمين حضرتك؟ انت عاوزني كالعاده بتاخدني لحته تانية خالص. ايه هي؟ السعوديه وترك والاهلي والكباري. هتفق معاك مع اني بس هتفق معاك، فانا برضه هنتقد المجلس ان التلاتة دول ضحكوا عليه، وهو المفروض مجلس مقدم لنفسه انه مجلس واعي وبيغير الصورة الذهنية، وشغل العشوائية بتاع زمان ده بطلناه، وشغل الفوضى الإدارية بتاع زمان ده، وإنه أكبر قلعة رياضية في مصر، فعيب أكبر قلعة رياضية في مصر تتغفل التغفيلة دي. فما دول يغفلوني فأنا همسك في المجلس لأنهم سمحوا إن دول يغفلوني. يعني حتى عن طريق نظرية المؤامرة بتاعتك حضرتك أنا همسك في المجلس برضه. اتغفل، القانون لا يحمي، انت فاهم، والوسط هو عبارة عن مزاد كبير، اللي معاه فلوس بيشيل. طيب، هل المجلس هل المجلس ما جالوش فرصة انه يتفادى كل ده؟ جاله. هل استغل الفرصة؟ لا، ما استغلهاش كالعادة. ليه ما بيستغلش اي فرصة؟ لانه هو بيعتمد على مجموعة من الأفاقين المنافقين اللي زي حضرتك، اللي هيخليه لما يروح ياخد قرار انسحاب قدام الأهلي وما يستفادش من القرار ده غير الأهلي ويرجع في كلامه، فهو ضامن إن أفاق منافق طبال زي حضرتك هيطلع يقول مش ذنبه، دي جاية من فوق. اما نروح الامارات نعمل مشكلة ويكون هو السبب في ان المشكلة تكبر، هو ضامن ان افاق منافق طبال زيك هيقول شكرا، شكرا ان انت عملت اللي محدش عمله وهو ما عملش حاجة. ولما ما يجددش لزيزو ويتعامل معاه بطريقة سيئة جدا، فهو ضامن انه طبال منافق افاق زيك هيقول له غور، الزمالك ما بيوقفش على حد، احنا نعمل زيك 100. ولهذا فهو ضامن اما جوميز يمشي
انت هتطلع تقول ده هارب وخاين وكان عاوز يبتز الزمالك. سيد الفاضل، انت منافق، انت منافق، افاق، طبال، اكل عيشك مبني على ده. لكن احنا مش كده، سواء مع ده او مع اللي قبله. انت نفس الشخص اللي كنت واقف معاه في الخط الامامي في مواجهة المجلس اللي فات وبتقول نفس الكلام اللي انا بقوله دلوقتي على احداث تكاد تكون طبق الاصل من اللي بتحصل دلوقتي، وساعتها قلت العيب عيب ادارة. امال المرة دي العيب مش ادارة ليه بالنسبة لك؟ عشان في مصلحة ما بينك وبينهم، عشان بتقبض. لكن التاني ما كانش بيقبضك. شفت بقى الفرق؟ تعال نشوف يا عم ادارتك اللي انت عمال تحامي عنها دي. جوميز بعد السوبر الافريقي او بعد الكونفدراليه كنت المفروض تقعد معاه، قعدت؟ ما قعدش. جوميز بعد السوبر الافريقي كنت المفروض تقعد معاه، قعدت؟ ما قعدش. جوميز بعد السوبر المصري وخسارته بضربات الترجيح على ايد الاهلي في ماتش ظروفه كلنا عارفينها، قعدت؟ ما قعدش. جاي تقعد اما بقى عنده عروض، جاي تقعد لما بقى عنده ورق الضغط، جاي تقعد بعد فوات الاوان. قعده ملهاش لازمه. طب ولما قعدت انت بنفسك؟ لا، بعت له 2 من مجلس الاداره بيقولوا له احنا هنثبت سعر الصرف في العقد، كانه بياخد بالجنيه المصري. بذمتك ده تفاوض؟ فانا لو اقتنعت بنظريه المؤامره بتاعت السعوديه وتركي والاهلي فالمجلس هو اللي غلطان، ولو على التفاوض المجلس هو اللي غلطان. جوميز ما قامش الصبح مضى في الفتح، مفيش الكلام ده. انت عارف وانا عارف انه اون سبوت وكان جاي له عروض قبل كده، فانت المفروض بتامن نفسك بعقد وشرط جزائي، خصوصا ان الراجل واخد معاك كونفدراليه، واخد معاك سوبر افريقي بسكواد اصلا ما ياخدش بيه دوره رمضان. ليه هنقعد نطلع حجج ونطلع مبررات ونطلع كلام ملهوش لازمه عشان نبرر فشل اداري واضح؟ فشل اداري ناتج عن انقسام، فشل اداري ناتج عن شويه عمد قاعدين، فشل اداري ناتج عن عشوائيه في الاداره، فشل اداري ناتج عن فوضى في الاداره. نقطه من اول السطر. جوميز مشي، مش اخره المطاف، وحلقه جديده من حلقات الفشل الاداري لمجلس اداره نادي الزمالك الذي يسال عن كل ازمه في نادي الزمالك، الذي يطالب بحل اي ازمه في نادي الزمالك. مفيش حاجه اسمها المجلس ملوش دعوه. انت فشلت في ملف جوميز، وانت قاب قوسين وادنى من فشل ذريع في ملف زيزو اللي ولا منك بعته واستفدت بفلوسه، ولا منك جددت له دلوقتي وهتستفاد منه كلاعب. وساعتها لو حصل ان زيزو مشي في الحاله دي، ده فشل مركب، ده فشل انا ما اعرفش ممكن يتبرر ازاي. ما اعرفش، انا مش فاهم ممكن يتبرر ازاي. لا زيزو بيبتز الزمالك ولا جوميز يبتز الزمالك. الفكره ان في اداره مش فاهمه سوق العمل، مش فاهمه سوق الرياضه. اعزائي اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك، دول المدربين واللعيبه مش موظفين بيطالبوا بزياده مرتباتهم، لا، ده منتج كل يوم سعره بيزيد، كل يوم في مزاد، كل يوم بيجي له عروض. فمش معنى ان هو عاوز يزود انه بيتحايل عليك، لا، ده هو اوريدي عنده اللي هيديله ضعف اللي انت هتديهوله. ما ينفعش جوميز يبقى يقول لك انا عاوز 130، كولر بياخد 180، تقوم انت تقول له 90 واثبت لك سعر الصرف. ما ينفعش انت تطلع بنفسك يا كابتن هشام نصر تقول زيزو معروض عليه 3 اضعاف الرقم اللي احنا محددينه وهو طالب 75 مليون، تقول له انت 50 مليون. ما ينفعش، هو مش بيبتزك، هو بيتفاوض معاك. جو ان اللي ما يرضاش بالخمسة جنيه المقطعه اللي انتوا عارضينها عليه تسلطوا عليه الناس يقولوا عليه هارب ومبتز، مش هياكل مع جمهور الزمالك، مش هياكل. اعزائي مجلس اداره نادي الزمالك،
الكلام عن مدرب مصري الفترة الجاية نوع من أنواع الفشل الذريع. أنت في نهاية 12 لازم يبقى عندك مدرب أجنبي عشان يبتدي معاك موسم الانتقالات ويشوف هيصفي مين في الفرقة ويجيب مين. ولا أنت ناوي تستنى لحد يوم 28 يناير؟ ولا أنت هتستغل فرصة إن مفيش مدرب وتجيب صفقات على كيفك؟ أعزائي مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي بيحصل ده اسمه فشل. وشويه الافاقين والمنافقين والمطبلطيه اللي انتوا مسرحينهم على الفيسبوك واخدين على وشهم بالجزمه من امبارح. الجمهور مش حللهم، مش هيعرفوا يسدوا. انتم اخطائكم نفاقهم مش هيسد عليها، مش هيعرفوا يجدوا كم من المبررات لكميه الاخطاء دي، فهيقع منكم. ثم انتوا كمان مختارين شويه عيال لا تمتلك من ثقافة الحديث انها تقنع الاخرين. دول هم بينزلوا بسكريبت وشكرا، ما يعرفوش يردوا، ما يعرفوش يتناقشوا. اعزائي مجلس ادارة نادي الزمالك، صفر صفر. انت المسؤول الاول عن كل شيء. اوعى تقول او تبعت لي لجانك تقول لي هو المجلس ماله، امال مين اللي ماله؟ ولا يكونش اللي ماشيه جوميز امير مرتضى، ولا يكونش اللي جاب 10 صفقات فاشله امير مرتضى. الشماعه اللي انتوا بتخوفوا بيها الناس. ومع العلم جمهور الزمالك ما بيهموش فزاعات. جمهور الزمالك وقف قصاد مرتضى وانتقدوا، وانتم مستحيل تبقوا اعنف من مرتضى. يعني وقف قدام مرتضى، ما همهوش. كمل مدتك واحسب حساباتك من جديد. انت بسبب بطئك المعتاد في اتخاذ اي قرار سليم وتتاخر بتوقع نفسك، بدل مشكله بتدخل نفسك في 5 6 مشاكل. اعزائي مجلس اداره نادي الزمالك، شويه العيال الصيع اللي انتوا عاملينهم اللي بيطبلوا لكم دول مش هينفعوكم، والله العظيم ما هينفعوكم. ليه؟ انتوا اخطائكم اكتر من استيعابهم. اعزائي مجلس اداره نادي الزمالك، تاني، انت المسؤول الاول والاخير قدامي عن اي ازمه هتحصل في نادي الزمالك. النقد ليك، مفيش حاجه اسمها انا ماليش دعوه. مفيش حاجه اسمها انا ماليش دعوه. امال مين اللي ليه دعوه؟ مين اللي ليه دعوه؟ يا نهار اسود منيل. ما انت باعت لي شويه الرمم دول يقولوا اصل هو المجلس ماله؟ هو انتوا ليه مصممين تطلعوا المجلس غلطان؟ امال مين يا حبيبي اللي غلطان؟ مين اللي ما تفاوضش؟ مين اللي اجل التفاوض مره واثنين وثلاثه في ظل فرص متاحه للتفاوض وباريحيه؟ مين اللي اجل التفاوض مع زيزو مره واثنين وثلاثه في ظل وجود وقت للتفاوض باريحيه قبل ما نتزنق في 20 يوم؟ وفي النهارده انا بقول لك انت واصل لنقطه لو زيزو مشي يبقى انت ولا استفدت منه في فلوس ولا استفدت منه كلاعب. كارثي الموضوع ده، غلط بشكل مش طبيعي. فكره المدرب المصري اللي انتوا بتتكلموا عنها دي فكره لماتش المصري الجاي. انت المفروض دلوقتي بتعمل اتصالاتك. المفروض يوم 1 يناير 2025 لو ربنا ادانا العمر المدرب الجديد موجود جوه الزمالك، ومش اي مدرب، ومش اي مدرب. وانت ما تجيبش صفقات من نفسك، مش بتاعتك، دي بتاعت المدرب. اصل انت هتطلع تقول لي ممكن انا مش هجيب صفقات ليه؟ انا مستني المدرب لما يجي، على اساس ان انت بتستشير المدرب اصلا. عشوائيه يبقى اخرها فشل. وصدقني تاني، شويه الرمم اللي على الفيس دول مش هينفعوك. هينطوا من المركب وهيهللوا للي بعدك. هي دي شغلتهم، شويه مطبلاتيه. لكن احنا اللي بندور على الزمالك، وفي مني كتير والله بنقول لك الصح، بنقول لك الصح. اللي بيحصل ده عشوائي.
تؤدي الى فشل، وانت المسؤول الاول والاخير عن كل شيء. مفيش حاجه اسمها انك مش مسؤول او مالكش دعوه او ما كانش ذنبي. انت مش كسرت كوبايه، انت بتهد فريق. السلام عليكم.